ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم عبد الرحمن هشام، والنهارده هنتكلم على ان انت ازاي تغير شغلك اللي انت فيه دلوقتي او ازاي تلاقي وظيفة جديدة عن طريق لينكد ان. احنا قبل كده اتكلمنا ازاي نخلي اللينكد ان بتاعنا بريميوم، واتكلمنا قبل كده على الاي تي اس علشان نعدي من اي اختبار، او اي شركة عندها سيستم الاي تي اس ازاي تعديه بسهولة. هسيب لك اللينك فوق تقدر تتفرج على الفيديوز، ونبتدي نخش في المرحلة الثالثة. ان بعد ما اشتركنا في البريميوم بتاع لينكد ان وظبطنا السي في بتاعنا، ازاي نلاقي شغل على لينكد ان. لازم الناس تبقى فاهمة ان لينكد ان هي مش مجرد حاجة بتدوس عليها ابلاي وبس، بالعكس ده يعتبر شغل كامل ليك. معنى ان النهاردة انت علشان تلاقي شغل لازم تعتبر نفسك شغال ان انت تلاقي شغل. ازاي؟ اول حاجة لازم تخصص على الاقل ساعة من يومك، ساعة كاملة من يومك انت ما بتعملش حاجة غير ان انت بتقدم على الجوبس المفتوحة، وفي نفس الوقت بتعمل اد لناس المانجيريال ليفل او السي تي او او سي او او ايا كان الليفل التوب اللي فوقيك، اللي تقدر تبعت له السي في وهو يبص عليه. كتير من الاحيان ناس بتبقى بتدور على بوزيشن معين، فبتبلغ الاتش ار يتاخر فيبتدي يزهق، فبيبص على الرسائل يلاقي حد يقول له انا ممكن اشتغل كذا صدفه فيقوم مشغله، او ناس ممكن تشغلك دايركت. ودي حصلت معايا. لازم تهيئ وقتك في الساعه 50% منها ان انت بتقدم على الجوبس اللي موجوده، وطريقه سهله جدا. انت هتختار البلد اللي انت عايز تشتغل فيها او هتخليها وورلد وايد. هتختار الوقت ما بين ويك فور ماكسيمم، وهتختار ايزي ابلاي، والاندستري بتاعتك في اول فلتر. هتختار الاندستري اللي انت محتاج تشتغل فيه. ببساطه هتلاقي كل البوزيشنز المفتوحه اللي ممكن تشتغل فيها. دوس ايزي ابلاي، مش هتاخد الجوب منك، مش هتاخد اكتر من دقيقه. يعني انت كل يوم عندك 30 جوب بتقدم فيهم حوالين العالم، ده لو انت هتشتغل ساعه واحده بس. وبالبريميوم اكونت بتاعك ابتدي قسم ال 50% التانيه ل 25% و25%. اول 25% انت هتبتدي تستخدم الايميل بتاعتك اللي هتلاقي منها حاجات فري كتير، ان انت ترسل للناس دايركت، اصحاب الشركات اللي هيبصوا على السي في بتاعك دايركت. لو عجبهم السي في طبعا بديباجه محترمه، انا عبد الرحمن هشام شغال كذا، اعمل كذا، ومتاح ان انا اعمل كذا. اللي هيعجبه الديباجه وهتلاقي السي في بتاعه كويس هيبتدي يكلمك يقول لك ماشي تعال نخش انترفيو. اللي مش هيعجبه الكلام ده يعني مش هيرد، وفي واحد يقول لك مش مهتم. عادي، انت ما بين 1000 واحد هتكلمه واحد هيقول لك اوكي. فما تزهقش وما تتعبش وما تقولش طب ما انا عملت. ومن كل الجوبس اللي بتقدم فيها ممكن يجي لك 2 3 بس انترفيو، برضه ما تزهقش وما تتعبش وما تقولش لا كفايه كده. ملخص الموضوع علشان نوفر على بعض، تدويرك على شغل هو شغل لازم تخصص له وقت كامل من يومك لمدة ساعة كاملة في اليوم. ده مهمتك الخاصة. ظبط وقتك على كده، وصدقني لو انت سعيت في الموضوع ده ان شاء الله مش هيعدي 30 يوم، شهرين بالكتير، وهتبقى انت مغير شغلك. معاك عبد الرحمن هشام وحلقة جديدة ان شاء الله. اشوفكم قريب. السلام عليكم.